فاكر آخر مرة حد قالك كلمة وجعتك؟ مش شرط تكون حاجة كبيرة، يمكن كانت كلمة صغيرة اتقالت في لحظة عفوية بس لسه بتوجعك كل ما تفتكرها. طيب فكرت قبل كده إزاي ممكن كلمة واحدة تغير حياة بني آدم بالكامل؟ النهاردة هنتكلم عن قوة الكلمة وإزاي كلمة ممكن تبنيك أو تهدمك. أنتم الآن تستمعون إلى بودكاست جوه المفرمة مع شادية الحسن، وحلقة اليوم عن قوة الكلمة وأثرها في النفوس. الكلمة وتأثيرها العميق. الكلمة مش مجرد صوت، الكلمة ليها وزن، طاقة، ممكن ترفع شخص للسماء أو تخسفه تحت الأرض. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا. دي دعوة واضحة لاستخدام الكلمة كأداة للبناء وليس للهدم. دراسة نشرت أثبتت إن الكلمات السلبية بتسبب زيادة في مستويات التوتر والقلق عند الشخص المستقبل، حتى لو كانت مش موجهة ليه شخصيا. تخيل كمان في دراسة أجرتها جامعة أمريكية أظهرت إن الأطفال اللي بيتعرضوا لكلمات سلبية بشكل متكرر بيواجهوا صعوبة في تكوين علاقات اجتماعية صحية عند الكبر. كلمة غيرت مسار أمة. يحكى أن في زمن الخليفة عمر بن الخطاب في يوم كان واحد من الصحابة اسمه عمرو بن العاص، لما ولاه الخليفة على مصر كتب خطاب للشعب يطمنهم فيه. الكلمة دي بالرغم من بساطتها كانت قوية جدا، لأنه من خلالها كسب ولاء الناس ودعمهم. الكلمة اللي بتخرج من قلب صادق تقدر تلم شعب كامل حواليك، وبنفس الوقت كلمة مستهترة ممكن تولع نار بين الناس. الكلمة في العلاقات اليومية. الكلمة في البيت أو في الأسرة، كلمة واحدة زي بحبك، مقدر تعبك، كفيلة إنها تخلق جو مختلف تماماً في البيت. في دراسة اتعملت أثبتت إن الأسر اللي بيستخدموا كلمات إيجابية بشكل يومي بيعيشوا مستوى أعلى من الرضا الأسري بنسبة 70%. أما الكلمة في الشغل، كلمة شكراً من مديرك، زميلك، بتزود إنتاجيتك بنسبة 50%، وده حسب دراسة من جامعة ستانفورد. وفي المقابل كلمة نقد جارحة ممكن تهدم معنويات فريق كامل. طيب الكلمة مع الغريب، يا ترى فكرت إن كلمة زي ربنا يوفقك، ربنا يكرمك، ممكن تخلي يوم شخص غريب أفضل وتخليه مبسوط طول اليوم؟ الجانب المظلم للكلمة. في كلمات للأسف بتوجع زي التنمر اللفظي. التنمر بالكلمات أخطر بكتير من الضرب. الجروح الجسدية بتخف، لكن الجروح النفسية بتفضل موجودة. حسب الدراسات التنمر اللفظي في مرحلة الطفولة بيأثر على الصحة النفسية للشخص حتى بعد مرور 20 سنة. الكلمات السلبية الذاتية. كتير مننا بيكرر جوه نفسه كلمات زي أنا فاشل، مش هعرف أعمل كده. الكلمات دي بتأثر على ثقتنا في نفسنا وبتخلينا نصدق إننا أقل من اللي احنا عليه. في حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بيقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الكلمة الطيبة حتى لو كانت بسيطة لها تأثير السعي. ولو هنسأل نفسنا إزاي نحول الكلمة كأداة بناء، إزاي نستخدمها صح؟ بص يا سيدي، فكر قبل ما تتكلم. اسأل نفسك، هل الكلمة دي هتفيد اللي قدامي؟ هل هتبنيه ولا هتهدمه؟ زي ما قال أحد السلف الصالح: إذا أراد أحدكم أن يتكلم فليفكر، فإذا ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم. كمان عبر عن التقدير. كلمة شكرا أو تقدير بسيطة بتفرق جدا. زي ما قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. استخدم الكلمة الطيبة كصدقة. الكلمة الطيبة مش بس صدقة، دي بتكسبك محبة الناس.
زي ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. ودلوقتي لازم تعرف إن قوة الكلمة ملكك انت. لو عرفت تتحكم في كلامك هتبقى إنسان مؤثر ومحبوب. كلمة طيبة ممكن تغير حياة حد بالكامل، لكن نفس الكلمة لو كانت سلبية ممكن تهدمه. قرر تكون الشخص اللي كلامه يبني مش اللي يهدم، ودايما يفتكر الكلمة اللي تخرج منك مش بترجع، لكن أثرها بيعيش. وكالعادة السؤال ليك يا عزيزي: إيه آخر كلمة سمعتها وغيرت يومك، سواء للأحسن أو للأسوأ؟ شاركنا في التعليقات وخلينا نبدأ حوار حقيقي حوالين قوة الكلمة. وفي النهاية الكلمة أداة قوية بين إيدينا، لو استخدمناها بحكمة هنكسب القلوب ونبني علاقات قوية، ولو أهملناها ممكن نخسر كتير من حوالينا. النهاردة آخر كلمة هقولها فكر قبل ما تتكلم، لأن الكلمة اللي تخرج منك هي انعكاس لنفسك، مرايتك، عنوانك، فخلي بالك. لو عجبتكم الحلقة شاركها مع اللي بتحبهم، ولو عندك أفكار، مقترحات، تجارب عايز نحكيها، مستنياك في التعليقات تكتبها لنا علشان نقولها في الحلقات الجاية. وفي الختام، حلقة النهاردة انتهت، لكن حلقات جوه المفرمة لسه ما انتهتش، لما نشوف مطلع لنا ايه. كنت معاكم أنا شادية الحسن، وتحياتي.